إخواني أخواتي متابعي قناة العين تي في، أهلا وسهلا بكم. إليكم هذه المقتطفات الرياضية المتنوعة. تداولت مجموعة من التقارير الإعلامية الرياضية خبر انتقال أو خبر نهاية العلاقة ما بين حكيم زياش ونادي الدحيل القطري. أن الخبر يقول بأن زياش يطوي صفحة جديدة وينتظر عرضا جديدا. هكذا أعلن نادي الدحيل القطري السبت الأخير عن فسخ عقده مع النجم المغربي حكيم زياش بالتراضي بعد فترة قصيرة لم تتجاوز 5 أشهر منذ قدومه من غلطة السراي التركي. هذه الخطوة فتحت الباب أمام زياش لخوض تجربة كروية جديدة في توقيع بالغ الأهمية تزامنا مع اقتراب انتقال كأس العالم للأندية. وبموجب هذا القرار أصبح زياش لاعبا حرا يمكن التوقيع لأي نادي دون قيود، الأمر الذي يمنحه هامشا واسعا لاختيار الوجه الأنسب للعودة إلى الواجهة. وتتجه الأنظار اللاعب المغربي وعمره 32 سنة نحو النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 14 يونيو و 13 يوليوز 2025 بمشاركة قياسية تضم 32 ناديا من مختلف القارات. وفقا لتقارير صحفية فإن زياش يرى في هذه البطولة فرصة مثالية لإعادة إثبات نفسه أمام أنظار العالم، مستهدفا لفت انتباه الأندية الأوروبية الكبرى التي عرفته نجما في صفوف أياكس أمستردام وتشيلسي الإنجليزي. هذه التقارير رجحت أن تكون حكيم زياش قد يوقع عقدا قصير الأجل مع أحد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، مستفيدا من التسهيلات الخاصة التي منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تتيح للأندية ضم لاعبين بشكل استثنائي. هذا السيناريو قد يفتح زياش منصة مثالية لإعادة إطلاق مسيرته، خصوصا إذا تألق في البطولة ونجح في استقطاب عروض جديدة. وبخروجه من الدحيل يدخل زياش مرحلة جديدة من مسيرته وسط ترقب كبير من الجماهير المغربية والعربية لمساره المقبل. فهل يختار تجربة خليجية أخرى أم سيعود إلى أوروبا من بوابة المونديال، أم نراه يحط الرحال في دوري جديد؟ كليا كل هذه الاحتمالات قائمة وواردة، لكن الأكيد أن زياش لم يزل الستار بعد على مسيرته الكروية، بل يستعد لصفحة جديدة قد تكون الأهم في مسيرته الكروية. وخاض زياش 13 مباراة فقط بقميص الدحيل في مختلف المسابقات، اكتفى خلالها بهدف واحد وتمريرة حاسمة في تجربة وصفت بالقصيرة وغير الموفقة، لتنتهي سريعا دون أن تترك بصمة واضحة في مسيرته الكروية. كل التوفيق لزياش في تجربة كروية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.